علي علي بطل اصلي، هيا اريد. في سنة 1975 تم إصدار مسلسل ياباني وفشل لدرجة كبيرة في اليابان. المحطات التلفزيونية رفضته، والشركة المنتجة واجهت خسائر قاسية بسببه. لكن في نفس الوقت هذا المسلسل الفاشل صار في الدول العربية الأنمي الأكثر مشاهدة في التاريخ. كيف وشنو السبب؟ والأهم من هذا، شنو السر المظلم اللي يخبيه هذا المسلسل من البداية إلى النهاية؟ وما هو الجانب المظلم الحقيقي من جليندايزر؟ قبل ما نتكلم عن المسلسل لازم نتعرف على اللي صنعه. جوي ناغاي رسام ياباني ما كان يرسم للتسلية، كان يرسم على مود يهرب من شيء سكن ذاكرته. في أغسطس من العام 1945 أمريكا ألقت القنبلة النووية على هيروشيما وناكازاكي. مئات الآلاف من المدنيين ماتوا في ثواني، ومدن بأكملها اختفت من الخريطة. وبعد شهر واحد فقط من هذا الدمار انولد جو ناغاي. ما شاف القنبلة بعيونه، بس فتح عيونه على عالم محترق، وكبر وهو يسمع قصص الموت ويشوف جراحات الناس. وبعد سنوات لما كبر وصار رسام، قرر يحول هذا الثقل قصة عن كوكب انمحى، وعن شعب أبيد، وعن ناج وحيد يحمل ذنب انه ما مات معاهم. جريندايزر مو مجرد انمي اكشن، جريندايزر هو طفل هيروشيما يرسم ألمه على شكل كرتون. خلونا نرجع لبداية القصة الحقيقية. نجم فيغا، الكوكب الذي ظهر كعدو، ما كان شرير من البداية. كوكب فيغا دمر نفسه بنفسه، استنزفوا باطن كوكبهم بخام مشع اسمه فيغاترون، وصار الكوكب غير صالح للحياة. فيغا الكبير ما كان عنده أي حل غير أنه يدور على كوكب ثاني يسكنه، وكان كوكب فليد هو الأقرب والأجمل. فيغا الكبير ما هاجم فليد لأنهم هددوه، هاجمهم لأنه راد ياخذ أرضهم، فأصدر أمر الإبادة. وهنا يجي الشيء المظلم الحقيقي. كوكب فليد بعد الغزو لم يبقى وطنا محتلا يمكن تحريره، بل تحول إلى أرض مشعة ملوثة لا تصلح للحياة. يعني حتى لو انتصر ديوكفليت وقضى على أعدائه، ماكو وطن يرجع له. الوطن مات مرتين، مرة لما احترق ومرة لما تلوث إلى الأبد. دوكفليت نجا من المعركة. ملاحظة، احنا بالعراق نسميه دوكفليت، فما اعرف انتو شو تسمونه. دوكفليت نجا من المعركة، بس السؤال هو ما معنى النجاة؟ انهزم من فليد بجليندايزر ووصل إلى الأرض، وبدأ حياة جديدة باسم دايسكي. اسم جديد، وجه جديد، وعائلة جديدة عند الدكتور أمون، ولكن بنفس الجراحات. وهنا تجي هيكارو بنت الدكتور أمون، وهي الوحيدة اللي كانت تحاول معاه حتى يرجع يعيش بشكل طبيعي. ما طلبت منه يشرح ألمه، بس كانت موجودة. وهالشي أحيانا يكون أقسى، لأن وجود شخص بجانبك يخليك تحس أكثر بحجم اللي خسرته. هيكارو كانت الأرض اللي حاول يرسي عليها دايسكي، لكنه من الداخل كان يعرف أنه ما ينتمي لهذا المكان. وهنا نلمس أكثر الأشياء إيلاما، ظاهرة ذنب الناجي. دايسكي كان يعيش صراع صامت طول المسلسل، ويسأل نفسه كل ليلة: ليش أنا اللي نجيت؟ ليش أنا تحديدا؟ هو يحس أنه حزنه نوع من الأنانية، لأن أهله حتى ما كان عندهم وقت للبكاء قبل أن يرحلوا. لذا دايسكي يحارب، ينتصر ويبتسم، وما حد كان مهتم بالحرب الداخلية اللي كان يمر بيها. وهنا نذكر شخصية نايدا. نايدا جاءت بمهمة قاسية، لكنها كانت ضحية صراع الولاء والضمير. الجانب المظلم اللي راح نلاحظه أنه نايدا ما اختارت أن تولد في جانب الأعداء، وهي تربت على الظلم قوة والإبادة حق، ومن شافت الحقيقة على الأرض اتحطم عالمها بنظرها. نايدا ماتت بين كوكبين، أهلها ما تقبلوها كخائنة، ولا سكان الأرض وثقوا بها تماما، وماتت كضحية وما كانت شريرة. والمسلسل ما أعطى قصتها حقها من الإنصاف. كوتشي البطل المتحمس، لو دققنا في حياته راح نكتشف قصة مختلفة تماما. كوتشي فقد عائلته بسبب الحروب والصراعات مع الآلات، وبدلا من أن يجد من يواسي طفولته، وجد نفسه أمام كرسي آلة حرب. طول المسلسل كوتشي يصرخ ويتحمس، لكن هذا الحماس الزائد أحيانا يكون الطريقة الوحيدة للهرب من الألم. يذكر الكاتب بالقصة الحقيقية أنه كوتشي ما كان عنده ترف للبكاء، فاختار القتال. أكو سر خلف الكواليس. جوجو ناغاي نفسه ما كان راضي عن التوجه التجاري للمسلسل، وكان يريد أخذ القصة لمكان أعمق وأكثر سوداوية، لكن شركة توي أنيميشن حولت القصة وجعلتها أخف للأطفال.
ليش المسلسل صار أسطورة عند العرب؟ السبب مو الدبلجة فقط. الشعوب اللي عاشت الحروب، التهجير وفقدان الأوطان فهمت دايسكي بطريقة ما فهمها اليابانيون. اليابانيون شافوا مسلسل روبوتات عادي، لكن العرب شافوا في غليندايزر مرآة لحروبهم وضياع أوطانهم وقصص النازحين اللي يبحثون عن أمان في أرض جديدة. الإمبراطور فيغا يمثل الشر المرعب، لأن الشر الحقيقي هو اللي يبدأ بتدمير بيته أولا قبل أن يدمر بيوت الآخرين. جو ناغاي اللي انولد بعد هيروشيما عرف هذا الدرس جيدا. القنبلة والحروب لا تميز بين بريء ومذنب، وفيغا الكبير هو رمز ذلك الجشع الذي لا يشبع حتى يحول الكون كله إلى رماد. غريندايزر مو مسلسل أطفال، هو رسالة من رجل قرر يحول ألم القنبلة الذرية إلى قصة عن وطن مفقود لا يمكن العودة إليه. دايسكي انتصر بالنهاية، لكنه ما رجع لوطنه وما استعاد اللي خسره، لأن الحروب ما بيها رابح حقيقي وتترك فقط ناجين يحملون جراحاتهم إلى الأبد. وها هي كل الجوانب المظلمة اللي ما انذكرت بالمسلسل. مسلسل انولد من انفجارين نوويين. إذا عندكم ملاحظات اكتبوا لي بالتعليقات، وشنو تحبون يكون موضوع الفيديو القادم.